كنتكلموا فيه على واحد المجموعه من المعطيات وواحد الحقائق جد خطيره بخصوص اختفاء الطفله سندس، واللي من بعد مراجعه واحد المجموعه من التفاصيل والفيديوهات والمعطيات وريبورتاجات وتعليقات، وخصوصا العائله شنو تتقول والجده شنو تتقول، وحاولت نربط الخيوط ونرجع للنهار الاول ديال الاختفاء، بحيث كان واحد الارتباك على واحد المجموعه من الاطراف اللي دلاو بتصريحات اللي كلها كتصب في اتجاه واحد. وبلا شك الا كنتو تبعتوا الحلقه اللي فاتت اللي تكلمنا فيها حول هذا الموضوع غادي تكونوا رديتوا البال باللي بعض الناس في التعليقات قالوا لي باللي الحقيقه مور اختفاء الطفله سندس راه ربما الحقيقه ديال هذا الشيء هذا عارفين انه الناس ديال المنطقه وربما افراد العائله حتى هما يقدروا يكونوا عارفين الحقيقه. فانا ما نكذبش عليكم بقيت كنشك، وكبر الشك صراحه، خصوصا كنشوفوا بزاف ديال الجهود كدار في هذا الاتجاه لا من طرف السلطات ولا من طرف التضامن ديال المغاربه طبعا. فلا يعقل صراحه شي واحد غادي يكون عارف الحقيقه لا من طرف العائله ولا من طرف شي واحد في المنطقه غادي يكون عارف الحقيقه ومخبيها. هذه غادي تكون بحد ذاتها جريمه، ولكن هادشي ما تيعنيش اننا نبقاو واقفين ما نديروش واحد التحليل اللي نمشيو فيه بعيد، خصوصا ان الناس حاليا كل ما ترغب فيه هو تعرف الحقيقه. وللتذكير الحدود الساعه ما كاين حتى شي اثر من غير مساله الحذاء واللي غادي نتطرقوا لها ايضا. هذا الحذاء او البوط واللي يقدر يكون اللغز ديال هذه القضيه واللي يقدر يكون مفتاح اللغز ديال هذه القضيه. وهنا غادي نستمعوا لواحد التصريح واللي بغيتكم صراحه تركزوا معايا فيه مزيان، وهو التصريح ديال الجده. الصحافه ملي مشات النهار الاول عند جده الطفله سندس طرحوا عليها واحد المجموعه من الاسئله: شنو وقع وفين كنتي نتيا وفين كانت البنيته ومع من بقات البنيته، وشنو قالوا لك ملي وصلتي للدار وسولتي على البنيته. لانه كيف ما كتعرفوا جده الطفله سندس كتقول باللي هي كتبيع الخبز، وملي رجعت للدار على اساس ان البنيته راه كاينه في الدار، ملي رجعت ما لقاتهاش سولات عليها، فكانت الاجابه من طرف الاسره. هذيك الاجابه هي اللي بغيتكم تركزوا معايا فيها. وايضا غادي نلاحظوا واحد الارتباك اللي هو غير عادي، وباش نكونوا مفاهمين راه من حقنا نشكوا، لان الناس ديال المنطقه او المتطوعين تيقولوا بان الواد تقلب بواحد الطريقه غير عاديه، لقاو الغنم، لقاو البقر، لقاو المشاش، ولكن الطفله ما لقاوهاش. يعني شي حوايج قدام طايحين في الواد لقاوهم، والطفله اللي غير جديده ما لقاوهاش. يعني بمعنى اخر كون كانت طايحه في الواد كنت تلقات، والناس تيقولوا مساله الواد مستبعده. زيد على ذلك الشهادات كتقول باللي من البيت اللي كانت فيه البنيته حتى الواد جداتها كتقول تقريبا راه شي ساعه ديال الطريق، وبالتالي يستحيل ان البنيته تنتقل بوحدها من الدار حتى للواد. يعني كاين شي طرف راشد اللي غادي يوصل البنيته او الاثار ديال البنيته اللي هو البوط ديالها لهذيك البلاصه. راه يستحيل ان البنت في العمر ديال عام ونص او عامين غادي يكون عندها القدره باش تمشي من الدار حتى للواد. باش اننا نتخيلوا هذاك السيناريو ديال حقه ما حقه راه كانت كتلعب حدا الواد وطاحت والواد داها، اذا هذا السيناريو مستبعد. زائد كاين اللي تيقول بلي القضيه ربما فيها الاختطاف، وكاين اللي تيقول باللي يمكن كاينه شي حاجه واقعه بيناتهم والسر راه كاين تما، وهذا الشيء اللي زاد عقد المساله. اذا نركزوا مع التصريح ديال اذا هذه هي النقطه اللي بغيتكم تركزوا معايا فيها. كتقول الجده باللي قالوا لها راه كانت مع جدها، وهذا التصريح تكرر في جوج ديال الخارجات الاعلاميه. يعني الجده ملي رجعت للدار سولات هذوك اللي كانوا في الدار، قالوا لها ربما راه خرجات البنيته ومشات مع جدها، واللي هو اخر شخص ممكن يكون رافق البنيته. زيد على ذلك ان الشهادات ديال العائله كتقول بانها ما عمرها مشات لهم شي حاجه من تما. وزيد على ذلك ان البوط ديال سندس تلقى في الواد اللي هو بعيد على الدار كيف ما قلنا بساعه ديال المكانه، واللي يستحيل بنيته ديال عام ونص عامين حتى ل3 سنين غادي توصل لتما على رجليها وبوحدها. نكملوا التصريح ديال الجده فيه. واش ما جاكمش غريب؟ الصحفي بغى ياخذ من عنده تصريح فالجد رفض. زائد واش ما رديتوش البال باللي كان حاني راسو بواحد الطريقه اللي غير عاديه؟ واش من اثار الصدمه ديال الخبر؟ واش نفسيا؟ واش غير هو الطبع ديالو داير هكاك؟ لانه الا رديتوا البال الجده كانت كتكلم هو كان حاني راسو بواحد الطريقه شيئا ما مبالغ فيها. زائد ملي غادي يسولوا الصحفي ما غاديش يبغي يعطي كلمه. وغير باش نكونوا فاهمين حنا هنا ما كنتهموا حتى شي حد، ولكن راه من حق الناس انها تبدا تشك في كل شيء، وهذا الشيء اللي تيخلينا نوصيوا الوالدين باش يردوا البال لوليداتهم، لان الامور ولات غير عاديه. ورحنا ولينا تنشوفوا مؤخرا بزاف ديال الاختطافات المتتاليه ديال الاطفال وباش نكونوا واضحين بزاف ديال الخرجات الاعلاميه ديال العائله مع الصحافه كان فيها واحد الارتباك غير عادي ديال بعض الاطراف، او انهم عارفين شي حاجه ما قادرينش يقولوها، او انهم مخبيين شي حاجه. لانهم شنو اللي غادي يخليهم يرتبكوا هو انهم تيشوفوا واحد المجهودات كبيره والناس تتعاون وكل شيء داير يديه باش يقلبوا على الطفله، وباش يكون واحد من العائله عارف الحقيقه ومخبيها. فهذا الشيء اللي غادي يخليه يرتبك، وهذا الشيء طبيعي، واحد الشكل تلقائي غادي يخلي الانسان ماشي على طبيعته. فحاولوا تردوا البال ملي تكونوا كتشوفوا الفيديوهات بخصوص الطفله
سندس حاولوا تلاحظوا الناس كيفاش كترتبك. وكذا في هذه القضيه فجميع الاحتمالات ممكنه لغايه ما تبان الحقيقه. وحتى هذاك البوط اللي تلقى بجنب الواد 100% غادي يكون تحط تما بهدف التضليل او التمويه، باش اللي لقى البوط تما يقول بان البنت طاحت في الواد، وربما البنت تعرضت للاعتداء والجثه ديالها تحطات في شي مكان معين وتم التمويه بواسطه هذاك الحذاء. هذا احتمال ممكن. وشكون قال بان شي واحد عرف الشخص اللي اعتدى على البنيته، يعني عرف فين محطوطه الجثه او شيء من هذا القبيل، فاخذ شيء من الاثار اللي هو البوط وحطوه تما باش يخلع هذاك الشخص اللي قام بالفعله ديالو ويخليه يستنتج بان هذاك الشيء اللي دار راه تكشف وما بقاش مخبي. صراحه كاينين بزاف ديال الاحتمالات. حنا علاش كنقولوا هذه الهضره؟ باش ما نبقاوش شادين في المساله ديال الاختطاف. كاينين بزاف ديال الامور مرتبطه بالاختطاف. كاين عصابات الكنوز، كاين عصابات الاتجار في البشر، كاين الاتجار في الاعضاء، ولكن هذا الشيء ما خصوش يخلينا نبعدوا في التحقيق بزاف. ربما يكون الفاعل كيدور غير بين جنابك، لانه كاينين بعض الاطراف تيبان عليهم واحد النوع من الارتباك ودخول وخروج في الهضره. هذا الشيء اللي تيخلينا نشكو في الاشخاص المقربين من الطفله سندس خصوصا. وكاينين وقائع متشابهه كتلقى الناس المقربين هما اللي كانوا السبب في واحد المجموعه من الفضائح في حق الاطفال. اما الناس اللي تيقول لك راه ما خصناش نشكو في العائله، فراه كاينين بزاف ديال الجرائم وقعات من طرف اشخاص داخل العائله اللي ما يمكنش لك انك تشك فيهم نهائيا. كاين ناس عندها امراض نفسيه، امراض عقليه، كاين دافع الانتقام، والاكثر من ذلك بزاف ديال المغاربه تيكتبوا في التعليق باللي كاينه شي حاجه داخل العائله ماشي هي هذيك. على الاقل كاين شي واحد عنده معطيات ما قادرش يخرجها. اذا غير من خلال هذا الفيديو غادي نخرجوا بواحد المجموعه من النقاط. كيفاش تكلمات الجده، والصحفي ملي عطى الميكروفون للجد كيفاش كانت ردة الفعل ديالو، زائد قبل ما يعطيه الميكروفون كيفاش كانت يتصرف، والعم كذلك مرتبك الله يحسن العوان. واش من الصدمه، واش كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك، راه عنده حتى هو واحد الارتباك اللي هو كبير. وخصوصا التصريح ديال الجده، حيت ملي رجعت للدار قالوا لها باللي راه الطفله سندس خرجات مع جدها، وملي خرجوا يقلبوا عليها ما لقاوهاش، اتصلوا بجدها قالوا له فين هي الطفله سندس، قال لهم ما شفتهاش. ومن بعد تلقى الصباط حدا الواد اللي بعيد تقريبا ب 30 دقيقه على الدار. اذا نشوفوا واحد الفيديو اخر نقولوا بانها خطات، الهضره راه تعاودات جوج ديال المرات. اذا جدها مذكور، مادام ان الهضره تكررات شحال من مره، كتقول خرجت مع جدها من مور جدها حدا جدها، شويه ولات كتقول ما عرفتش. وشكون اللي ذكر الجد ديال الطفله سندس؟ الناس اللي كانوا في الدار اللي هما الخاله ديال الطفله سندس وام سندس، هما اللي اكدوا باللي البنيته اخر شي حاجه كانت عندها علاقه بالبنيته هو جدها. اذا واش الجد عنده شي علاقه ولا ما عندوش؟ المحققين هما اللي خصهم يركزوا على هذه النقطه. اذا راه تقال لهم باللي خرجت مع جدها وصوناو على جدها باش يتاكدوا واش معاه ولا ماشي معاه، لان الخبر الاخر اللي عندهم هو ان الطفله سندس مشات مع جدها. اذا شنو بان لكم الاخوان في هذا الشيء؟ ولا عندكم شي نقطه ما تكلمناش عليها خليوها لينا في التعليق، وغادي نبقاو متبعين هذا الشيء هذا حتى تبان الحقيقه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.